الجزائر، وهي تستقبل اليوم قراء وحفاظا من مختلف الدول، تؤكد بالفعل لا بالقول أن وحدة الأمة تبدأ من وحدة المرجعية، وأن القرآن كان وسيبقى لغة اللقاء وجواز العبور وعنوان الأخوة الصادقة. ونحن إخوة الإيمان إذ نثمن الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في خدمة كتاب الله، ونقدر العناية الخاصة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا المجال، فإننا نؤكد أن الاستثمار في القرآن هو استثمار في الأمن الروحي والفكري، وفي الانسجام والاستقرار المجتمعي، وفي مستقبل الأمة الحضاري. في هذه الأوقات المباركة الطاهرة في بيت من بيوت الله تعالى العامرة في جامع الجزائر الذي يقف منارة شامخة بأرض المحمدية بما يحمله من دلالات تاريخية ورمزية عميقة تعكس حرص الجزائر المنتصرة على الوفاء لرسالة شهدائنا الأبرار، وتحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وبإشراف من السيد الوزير الأول نلتقي معكم مع صفوة أهل القرآن، أهل الله وخاصته من الطلبة المتسابقين والمؤطرين المحكمين من ذوي الخبرة العالمية والشهرة الدولية، لنحتفي بجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في طبعتها 21، والتي شارك فيها بحمد الله تعالى أكثر من 50 دولة من مختلف بقاع المعمورة. أشكر دولة الجزائر حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، فهم لم يدخروا لا جهدا ولا مالا ولا وقتا إلا وبذلوه في سبيل إسعادنا. كانت الحمد لله كانت منافسة قوية، وكانت تحكيم دقيقا، فالفوارق بين المتسابقين كانت قليلة وضئيلة، والحمد لله رب العالمين. تحصلت على المرتبة الثالثة في هذه الدورة، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل وهذه النعمة. نشكر أهلنا في دولة الجزائر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.